كانت تعمل في الخفاء والكل استهان بها، وفجأة أصبحت قوة عسكرية فاجأت الجميع بعد الانقلاب الجاري في السودان على شريك الحكم، وأصبح لديها أسلحة مخيفة تهابها الدول الكبرى، فأصبحت حديث العالم في الوقت الراهن. وعن قوتها وأسلحتها ومدى قوتها العسكرية، وكيف دجت بكل هذا الكم من الأسلحة المتطورة في وقت قصير، وما علاقة قوات فاغنر الروسية بها، وماذا عن تقديم بوتين لها منظومات حرب متطورة، وهي المنظومة التي استخدمتها روسيا في حربها في أوكرانيا. فلماذا تقوم روسيا بتسليح حميدتي؟ ولماذا كل هذا الدعم المفرط وهم يعلمون أن ذلك يهدد الأمن القومي المصري، حيث تعتبر مصر حليفا لروسيا؟ ولماذا يقف الأمريكان مكتوفي الأيدي ويلتزمون الصمت فيما يحدث في السودان؟ ولماذا يدعون الروس بتسليح حميدتي؟ سلاح حميدتي الخطير الذي يهدد مصر. عندما يختلف العسكريون على السلطة نكون أمام أحد 3 سيناريوهات: إما وقوع انقلاب يحسم الصراع لأحد الأطراف المتنازعة، وإما انقسام الجيش بين هذه الأطراف، وإما دخول البلاد في حالة حرب أهلية وفوضى عارمة. ويمكن استشعار شيء من هذا القبيل على خلفية ما يجري حاليا في السودان من تطورات وتوترات ليست بين القوى المدنية والعسكرية فحسب، بل داخل المكون العسكري نفسه أيضا. فالخلافات التي ظلت مكتومة لشهور بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي خرجت للعلن خلال الأسابيع الماضية، ودخل الرجلان في حالة من التلاسن والتهديد المتبادل بشأن الخلاف على طريقة إدارة المرحلة الانتقالية الثانية، وذلك بعد الانقلاب الذي نفذاه معا يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2021. فخرجت للعلن قوة الدعم السريع وأسلحتها المتطورة والتساؤلات عن طرق تسليحها، وما هي الأسلحة التي يخاف منها الجيش السوداني وأصبحت تهديدا صريحا لمصر. ودارت الأقاويل أن روسيا قد دعمتها بأسلحة متطورة وتعاونها مع قوات فاغنر الروسية. وتحدثت الصحف أن بوتين سوف يرسل منظومة بولي 21 الروسية إلى السودان لحماية سمائها من الطيران المصري. فما هي أسلحة الدعم السريع المتطورة؟ تعتبر منظومة بولي 21 من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم، حيث تمتلك قدرات ممتازة في اكتشاف وتحديد وتتبع الأهداف الجوية بدقة عالية وفي ظروف جوية مختلفة، وتستطيع إسقاط الأهداف الجوية المختلفة بفاعلية عالية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأهداف. وتتميز منظومة بولي 21 بأنها تعتمد على تقنيات متطورة مثل الرادارات المنخفضة المستوى ونظام الرادارات ثلاثي الأبعاد والتصوير الحراري، مما يجعلها قادرة على اكتشاف وتحديد الأهداف الجوية بدقة عالية وفي ظروف جوية مختلفة، وتستطيع التعامل مع الأهداف المتحركة بسرعة عالية. وقد تم استخدام منظومة بولي 21 في العديد من الحروب والصراعات حول العالم، ولقد أثبتت جدارتها وكفاءتها في الدفاع الجوي والصاروخي، وأسهمت بشكل كبير في الحفاظ على أمن وسلامة الدول التي استخدمتها فيها. ومن أبرز الحروب التي شهدت استخدام منظومة بولي 21 فيها حرب أفغانستان، حيث استخدم الجيش السوفيتي هذه المنظومة للدفاع الجوي والصاروخي ضد القوات المعارضة، وقد أثبتت فعاليتها في حماية قوات الجيش السوفيتي من الهجمات الجوية. وفي الحرب السورية استخدمت قوات النظام السوري منظومة بولي 21 للدفاع الجوي والصاروخي ضد الفصائل المسلحة في سوريا، وقد ساهمت في إسقاط العديد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التي كانت تستهدف المناطق الحكومية. كما استخدمت منظومة بولي 21 في حرب الخليج الثانية عام 1991،
حيث استخدمت القوات السعودية هذه المنظومة للدفاع الجوي والصاروخي ضد الهجمات الجوية العراقية. ويجب الإشارة إلى أن استخدام منظومة بولي 21 يعتمد على العديد من العوامل الأخرى، مثل تدريب الكوادر العسكرية والمهندسين المسؤولين عن تشغيلها وصيانتها، وكذلك التعاون والتنسيق المثالي بين القوات المسؤولة عن استخدامها في الميدان. بولي 21 هي منظومة صاروخية روسية تم تطويرها لأول مرة في عام 1967، وتم إدخالها للخدمة في القوات المسلحة الروسية في عام 1974، وهي تعتبر من أهم الأسلحة الاستراتيجية لروسيا في مجال الدفاع الجوي والصاروخي. تتكون المنظومة من عدة أجزاء، منها صاروخ بولي 21 الذي يستخدم في إطلاق الرادار للكشف عن الأهداف الجوية، ومنظومة الرادار المتنقلة 53 T6 التي تستخدم لاعتراض الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى الكثير من الأجزاء الأخرى. ويتمتع هذا النظام بميزة كبيرة في الكشف المبكر للأهداف الجوية، ويعتبر قادرا على إسقاط الأهداف البالستية على مسافات بعيدة. وقد شاركت بولي 21 في العديد من الصراعات العسكرية، بما في ذلك حرب فيتنام وحرب الخليج الأولى وحرب أفغانستان. على الرغم من أن منظومة بولي 21 قد تم تحديثها وتحسينها عدة مرات، إلا أنها تعتبر تقنية قديمة مقارنة بالتقنيات الحالية، وقد تم استبدالها في بعض الدول بتقنيات أحدث وأكثر تطورا في مجال الدفاع الجوي والصاروخي. طائرات سوخوي 25 الروسية، ويطلق عليها الدبابة الطائرة، ويهابها حلف الناتو. هي طائرة حربية روسية صممت لدعم القوات البرية والقتال القريب من سطح الأرض، وهي من أشهر طائرات الهجوم الأرضي في العالم، ويعود تصميمها لفريق من المهندسين الروس الذين قاموا بتصميمها في السبعينيات من القرن الماضي. تتمتع طائرة سوخوي 25 بعدة ميزات تجعلها قوية في الحروب، فهي تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على الطيران على ارتفاعات منخفضة، كما أنها تحمل أسلحة قوية من بينها مدفع رشاش عيار 30 ملم وقنابل وصواريخ مختلفة الأنواع، وتتميز أيضا بقدرتها على العمل في الظروف الجوية السيئة وعلى مدار الساعة. وقد استخدمت طائرة سوخوي 25 في العديد من الحروب والصراعات حول العالم، ومن أبرزها الحرب الأفغانية، حيث استخدمتها القوات السوفيتية لدعم قواتها المتمركزة في أفغانستان، وقد أثبتت فاعليتها في القتال ضد المسلحين، وكذلك في الحرب السورية، حيث استخدمتها القوات السورية للدعم الجوي للقوات المسلحة في مواجهة المسلحين. وتتمتع طائرة سوخوي 25 بقدرة على الصمود والتحمل، حيث يمكن استخدامها في ظروف صعبة وتحمل ضربات قوية من الأعداء، وهي تعتبر طائرة فعالة في الدعم الجوي للقوات البرية وفي مهام الاستطلاع والتجسس، كما أنها تستخدم في المهام الإنسانية والإغاثية في الحروب والكوارث الطبيعية. حميدتي يتعاون مع فاغنر الروسية. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية لشبكة CNN أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر تزود قوات الدعم السريع السودانية بالصواريخ لمساعدتها في قتالها ضد جيش البلاد. وقالت المصادر إن صواريخ أرض جو دعمت بشكل كبير مقاتلي الدعم السريع وقائدهم محمد حمدان دقلو، بينما يقاتل على السلطة مع الجنرال عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري للسودان وقائد قواته المسلحة. وقالت الشبكة الأمريكية على الحدود مع ليبيا، حيث يسيطر الجنرال المارق المدعوم من فاغنر خليفة حفتر على مساحات من الأرض، تدعم صور الأقمار الصناعية هذه الادعاءات، مما يدل على زيادة غير عادية في النشاط على قواعد فاغنر. وكان دقلو والبرهان يتنافسان على السلطة في مفاوضات بشأن استعادة القيادة المدنية في السودان قبل انهيار المحادثات، ما أدى إلى اندلاع بعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ عقود. وأودى القتال بحياة مئات الأشخاص وحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء والماء والطعام. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها CNN ومجموعة مفتوحة المصدر
طائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين ليبيتين رئيسيتين تابعتين لحفتر، وتستخدمها المجموعة المقاتلة الروسية الخاضعة للعقوبات. وبدأت الزيادة الحادة في حركة طائرات النقل من طراز اليوشن 76 قبل يومين من بدء الصراع في السودان يوم السبت، واستمرت حتى يوم الأربعاء على الأقل وفقا لصور الأقمار الصناعية. كل هذا الكم من الأسلحة المتطورة التي تدفقت على السودان في الفترة الأخيرة سوف يكون تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، ويجعل الأمر أكثر تعقيدا.